متابعي مجلة سكوتر أليكس، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقتنا بنتكلم عن نوع من انواع الزيوت اللي المفروض اللي هو زيت باكم دوت 3 عامل غزو جدا في الاسواق. تمام. بس احنا النهارده مش طالعين علشان نشكر فيه، احنا طالعين علشان نحذركم منه. طبعا انتوا هتقولوا لي انت ليه مغطيه كده؟ انا طبعا مغطيه لان انا ما اقدرش اقول اسمه عشان الريستريكس والكلام دوت. تمام. طيب، الزيت دوت عايز اقول لكم ان هو رديء فعلا، هو منتشر في الاسواق، هي العبوه بتاعته كنزيه شبه الكنز كده، تمام، معدن كمان. وتحس ان هي راقيه جدا جدا جدا، بس اول ما هتفتح الزيت واول ما هتنزله هتحس ان هو ما فيهوش لزوجه خالص، وانا هوريكم دلوقتي بالتجربه العمليه. تمام. طيب انا هفتح الزيت. طبعا انا الزيت دوت فاتحه قبل كده واخدت منه كتير علشان اجربه، وجربته كمان في الفرامل بتاعتي. عايز اقول لكم ان انا اول ما حطيته سيب الفرامل. ليه بقى؟ انا اقول لك. بص كده معايا، الزيت دوت زي ما احنا شايفين هنلاقي وهو نازل، بصوا لاحظوا شكله هيبقى عامل ازاي. تمام. لاحظوا كده الشكل، بصوا كده الزيت وهو نازل يا جماعه ميه. تمام. ميه، الزيت ميه، مفيهوش اي نوع من انواع اللزوجه. كمان زي ما انتم شايفين انه بيعمل بقبقه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده ان الزيت ده خفيف جدا او متضاف عليه ميه او هو اصلا ممكن يكون ميه. تمام. واول ما بينزل يا جماعه بيعمل زي ما انتم شايفين بقبقه كده، فبيسمح ان الهواء يخش الفرامل. يعني كمان رغم ان هو مضر جدا، تمام، الا انه كمان يعني بيبوظ لك الفرامل، يعني كمان مفيش لزوجه، وبيضرب الفرامل نتيجه ان هو ايه، بيسمح بدخول الهواء لان هو خفيف جدا. فجماعه احذروا الزيت دوت جدا جدا جدا. انا اللي اقدر اعمله ان انا اوريهم لكم يعني من فوق. تمام. هو شكله عامل زي الكنزايه كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. ارجو تكونوا استفدتم من فيديو النهارده. شكرا يا جماعه.